في تونس اعتقلوا شاب أحرق العلم الفرنسي احتجاجا على تصريحات ماكرون المسيئة. مسيرة خرجت من شارع النخيل بالزهروني مقر إقامة الشاب متوجهة لمقر المحكمة الابتدائية مطالبة بإطلاق سراحه. النيابة العامة أخلت سبيله مؤخرا. يحدث هذا في تونس حيث كان المرشح الرئاسي قيس سعيد يملأ الدنيا صياحا مستنكرا ومنفرا ورافضا للتطبيع وأهله، ولما حدث التطبيع كان صرصور الحقل هو بطل القصر الرئاسي بامتياز، فلا صوت يعلو على صوته في قرطاج. يحدث هذا في تونس والتي ما فتئ مرشحها الرئاسي قيس بن سعيد يحدثنا عن عدل عمر وشجاعة عمر، فلما زار فرنسا قال أن احتلالها لبلاده كان حماية لها، ولما هاجم مكر الإسلام ثم دعم الرسوم المسيئة اختفى قيس لليال طويلة. حتى العميل الصهيوني في مصر اضطر أن يبرطم بجملته، وسعودية ابن سلمان أخرجت مصدر مجهول ببيان هزيل. اختفاء الرئيس التونسي المخيب للآمال جعل المتظاهرين التونسيين أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة يغنون للأمة ولشرفائها ويتساءلون بحسرة: أين قيس سعيد؟ مقاطعة على صلحنا مساومة يا مكرون ارفع ايدك عن نبينا، يا مكرون ارفع ايدك عن نبينا، يا فرنساوي ارفع ايدك عن ارضنا، يا فرنساوي ارفع ايدك عن ارضنا، يا حلالي ويا مالي، يا حلالي ويا مالي، يا تونسي يا غالي، يا تونسي يا غالي، يا حلالي ويا مالي، يا حلالي ويا مالي، يا محمد يا غالي، يا محمد يا غالي، يا حلالي ويا مالي، يا تركي يا غالي، يا تركي يا غالي، يا حلالي ولا مالي، يا حلالي ويا مالي، جزائري يا غالي، جزائري يا غالي. يبدو أن قيس سعيد حينها كان مشغولا بالتضييق على المتظاهرين في محاولة لتقليص رقعة التظاهرات. حرية أنا رأيت أنا أنتم ممنوع، أنا حر. من الحرية وين؟ لا أنا حر، الحرية وين؟ أنا ومرتي وصغاري نحبوا ناكل أنا جينا على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الديمقراطية مكرون يوزع للرسول ضده محمد رسول الله. منعوكم انتم تتظاهروا؟ منعوهم ما دام هم يحزوا ما يخلوش حتى شكون ينصر الرسول في البلاد هذه الحقيقة كوا. هي لا هم طردونا ما خلونيش. هم سبوا الرسول. هلا غالب، احنا هلا غالب، دولة مستعمرة مش حاب تعمل. وظهر قيس سعيد أخيرا وأجرى اتصالا مع مكرون. أكيد عنفوا، لا ما عنفوش، لا مطيب، لا لوم بين الأحبة. أظهر استياء تململ، لا والله، طبقا لبيان القصر الرئاسي التونسي، واللي كانوا يقدروا يحطوا فيه أي جملة مجاملة يعني ويقولوا لفرنسا ومكرون معلش اضطرينا نراضي الشعب والجمهور. البيان الرسمي التونسي أكد أن قيس أبلغ مكرون نصا أنه بالتأكيد لا مجال للشك في أن بعض الجهات تريد إرباك عديد المجتمعات ومنها المجتمع الفرنسي، والإسلام بريء من هؤلاء. يا نهار أبيض، بس لو في أكتر من كده هخبي ليه يا سعادة البيه؟ على الضفة الأخرى وفي تونس أيضا، لكن تونس التي لم تتلوث أو تبيع أو تقايد أو تجبن، خرج محب الترجي التونسي بأغنية يحكون بها حال الأمة. كلمات خرجت من القلب، أو هكذا نزعم، خرجت من قلوب تونسية عربية مسلمة لتصل لقلوب مئات الملايين من المسلمين في كل أنحاء العالم. فالأيام دائما كاشفة، هكذا هي، تكشف المعادن وتكشف الرجال، تكشف الأصلي وتكشف المزيف، من كان لنا ومن باع لنا ومن باعنا. فتحية لجمهور الترجي، ولا نزكي على الله أحدا،
ولا نامت أعين الجبناء. الله غالب. في ذلة عايشين برشا خذلان.